حوالي كيلو الا ربع على الخضار، على البرغل والبقدونس، عملت لي حوالي 2 كيلو الا ربع كفتة تحفة بجد. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. جبت برغل ناعم، هاخد منه كوباية ونص. خلاص نغسل البرغل بتاعنا بمية سخنة. خلاص الخطوة دي مهمة. هنحط عليهم كوباية ونص مية بس مش اكتر من كده، انا مش عاوزة كمية المية كتير في البرغل. خلاص غسلته شطفته كويس جدا. هحطه كده، هغطيه بقى واحطه على جنب حوالي نص ساعة. معلش الموبايل ما كانش بيصور، اسفة. حطيت بصلاية كبيرة وطماطمايه وشوية مية بس في الخلاط، فرمتهم ناعم جدا زي ما انت شايفة. هنزل المية بتاعتهم. الوصفة دي فعلا مميزة وجديدة وهتعجبكم جدا. خلاص كده هاخد التفل بتاع البصل والمية احطهم على البرغل، هسيبه برضو كمان شوية حوالي نص ساعة مش اقل من كده. انا عاوزة البرغل بتاعي يطرى. هجيب بصلية كبيرة، بص تقطيع عشوائي، مكعبات بقى زي ما انت عاوزة. خلاص انا قطعت تقطيع مكعبات كده وخلاص. جزرتين كبار كمان هقطعهم برضو تقطيع عادي جدا، بس نحاول الجزر بالذات نخليه صغير عشان بياخد تسوية كتير. 4 5 طماطميات، برضو الخضار حسب كمية الوصفة اللي انت هتعمليها. انا عملت كمية خضار كبيرة شوية عشان عاملة كمية كبيرة. هقطع الطماطم حوالي 5 6 طماطميات برضو مكعبات، تقطيع كده سهل وسريع بسرعة بايدينا. فلفلاية صفرة رومي وفلفلاية حمرا وفلفل اخضر. خلاص اكلة فيها مواد غذائية وبروتين، اكلة فعلا حلوة جدا. الفلفل الاخضر فلفلتين. انا استكفيت بالكمية بشوية الخضار دول لانهم ادوا طعم حلو ومع بعض. خلاص كده البرغل طري ومش هيطرى قوي، هيطرى معاكي في الاكله. ما تخافيش من دي، انت سيبيه نص ساعه بس مش اكتر من كده. ميه مغليه، يعني كوبايه ونص برغل هياخدوا كوبايه ونص ميه مغليه تنقعيهم فيها. هتلاقيها امتصت الميه وتدعكي البصل كده، التفل بتاع البصل بيه. خلاص هتحسي ان هو ليه ريحه كده مش محببه لينا، لان احنا مش متعودين على البرغل كتير. ده بتاع الشام تقريبا يعني اكتر حاجة. نص كيلو لحمة مفرومة او زيادة شوية هحطهم عليها. ربطتين بقدونس كبار نقطعهم. فالبصل تفل البصل والطماطمايه بيغيروا ريحة البرغل خالص، فما بيديهاش ريحة وحشة. التوابل كمان اللي هنحطها والتشكيلة اللي هحطها لكم هتغير الطعم خالص، هتخلي طعمه حلو قوي. خلاص من يعني كيلو الا ربع لحمة على البرغل ده هيديكي كمية كبيرة اكتر من كيلو ونص، اكتر كمان من كيلو ونص. هنحط الملح بتاعنا، فلفل اسود، معلقة فلفل اسود كبيرة كده حلوة، معلقة 7 بهارات. وندعك بقى، ندعك حلو قوي. هتاخدي وقت في الدعك، يعني تدعكي مثلا تقريبا نص ساعة. خلاص دي شيء مهم جدا، ما تزهقيش، ادعكي كويس. لازم المكونات تدخل جوا بعض ونفضل تحس ان هي بقت مطاطية، ما تزهقيش يعني. طولي بالك شوية. معلقتين دقيق، لازم دقيق لازم. هدعك برضو معلقة طحينة كبيرة. بصي بقولك المكونات مع بعض تحفة بجد. هيدوكي صباع كفتة طري، وبصي حكاية بجد. هندعكهم مع بعض كويس جدا. بيكنج باودر، نص معلقة بيكنج باودر او معلقة ممسوحة. خلاص كده ندعكم تاني، ناقص بس حاجة واحدة بس، معلقة بهارات الكفتة اهي، بتخلي الكفتة حلوة جدا بجد. هندعكم بقى شوية بقى حلوين. انا قعدت دعكتها كمان يعني، مشيت الفيديو اهو. اهو زي ما انت شايفة تمط معاكي. لسه هنحطها في التلاجة، تحطيها في التلاجة حوالي نص ساعة ساعة. كل ما بتقعد في التلاجة طبعا بتحلو، بس احنا عشان مستعجلين اقصى حاجة ساعة. طلعتها من التلاجة اهي، هوريها لك دلوقتي وانا بصبعها. هنحط شوية زيت، لازم زيت جنبك عشان ما تمسكش في ايديكي وتضايقك.
اهو ندعك ايدينا وصوابعنا كده حلو قوي ونعمل. انا هعملها كور، يعني حبيت اغير. ممكن تعمليها على السيخ، انتي تعمليها صوابع براحتك. اهي زي ما انت شايفه اللحمه طريه جدا وحلوه قوي يا جماعه بجد والله، خفيفه بشكل مش طبيعي اهو. وعطتني كميه كبيره هوريها لك دلوقتي اهو. بقى هعملها كلها قدامك، يعني عملت كميه كبيره اكلتنا وشلنا الباقي في الفريزر بجد والله، واحنا اسره كبيره مش قليلين اهو. زي ما انت شايفه هنعملها كلها. معلقه توابل الكفته، معلقه فلفل اسود، معلقه 7 بهارات، آم، آه، تفل بصله كبيره وطماطمايه تفل بتاعهم بس، والميه هنعوزها برضو اهو. والملح بتاعنا زي ما انت شايفه الكميه التانية قد اللي احنا شلناها قد اللي عملناها. يلا البوتاجاز شايفه عامله ازاي، طاسه على النار. هنحمر الكفته بتاعتنا في زيت، هنحمره عادي اهو. الطاسه تسخن بتاعتنا وننزل بالكفته بتاعتنا. انا مش هغمقها، انا هديها لون بس ذهبي وخلاص. خلاص كده حطينا الكفته بتاعتنا كلها زي ما انا قلت لك، احنا هنديها لون بس وخلاص، مش هنحمرها قوي، مش هتفك منك خالص، متخافيش من دي. هتفضلي تقلبي فيها يمين شمال ما تخافيش اهو. انا بحاول اقلبها الناحيه التانية، بحاول اخلي اللون حوالين داير الكرة كلها، يعني متبقاش حته وحته، لا على قد ما بقدر. خلاص كده هنبتدي نطلع. هو ده اللون اللي انا عاوزاه، مش عاوزه اكتر من كده. هبتدي اطلعهم اهو زي ما انت بصي، قلبي فيها براحتك مش هتتفك خالص. هعمل لك صوص ليها بجد جبار، مش هتبطلي تعمليه خالص. في نفس الطاسه اللي فيها شويه الزيت هنزل بالخضار بتاعي. طبعا الطاسه بتاعتنا سخنه قوي. هنزل بالخضار بتاعي، شايفين شكل الخضار نفسه والله بجد شكل الخضار تحفه. خلاص كده هنزل بميه البصل والطماطميه اللي احنا طلعناهم، يعني هسوي بيهم الخضار بدل ما نكبهم خساره. احنا كنا فاكرين ان معلقتين كبار صلصه. ونقلب بقى، نحط التوابل كمان بتاعتنا، باقي التوابل، الملح بتاعنا، الفلفل الاسود. انا مش هحط توابل تاني، يعني هو فلفل اسود وملح ومكعب مرقه، لان الكفته متبله بالتوابل الكفايه قوي اللي في الكفته هتنزل في الصوص ده. بس ايه، يغلي غلوتين حلوين كده مع بعض الخضار. خلاص كده نسيبهم بقى مع بعض ياخدوا ويدوا كده، ونجي اللي بعد اهو. خلاص كده شايفين الخضار ابتدى يدبل ازاي. انا مش عاوزه ادبله قوي برضو، شايفين عامل ازاي الصوص تقيل قوي من الصلصه، وان هو غلى كمان مع نفسه شويه حلوين. هنزل بالكفته بتاعتي، والله شكل الخضار نفسه ما شاء الله يفتح النفس. هنزل بالكفته بتاعتي بوم شويه رز، نعمل كفته عامله شويه رز حلوين كده شعريه. هنقلب، هزود شويه ميه كمان عشان الكفته تتطعم من الصوص ده، لان طبعا احنا ما سويناش الكفته، احنا يا دوب شوحناها بس في الزيت اهو. هحط شويه ميه بسيطه برضو، وهوطي النار، ما اخليش النار عاليه عشان تغلي كده وتاخد وتدي مع الخضار. بقى تقليبتين حلوين ونجيب صينيه. مش عاوزه تحطيها في الفرن بلاش، يعني مش مهمه خالص، هي حلوه كده قوي. لكن انا حبيت بس ايه عشان الفيديو اديها لون كده، تشميع الخضار، اديله تشميعه تحت الشوايه اهو. اهي ما شاء الله شايفين عامله ازاي، بجد حلوه قوي.